احلى جمهور نادي الزمالك، يا مساء الانوار وفيديو جديد اتمنى ان شاء الله انه يعجبكم. هنتكلم فيه عن بعض الامور اللي تهم نادينا ان شاء الله. طبعا التذاكر نزلت واللوجوهات وشكل حلو جدا في فريق الزمالك لما بيجي في الامارات. يا جماعه اسم الزمالك كبير وشخصيه نادي الزمالك والناس كتير قوي شعبيه نادي الزمالك طاغيه، وهنشوف وكلنا رايحين ان شاء الله، وانا هكون موجود في الاستاد ان شاء الله في المباراه ان شاء الله. نادي الزمالك هيحضرها. طبعا كنا نتمنى اللعيبه الجديده تبقى موجوده، كنا نتمنى ان شاء الله قريبا نقول خلاص ايقاف القيد بيترفع ان شاء الله، ونشوف نادي الزمالك بقى الصفقات القويه اللي انا متاكد ان مجلس الاداره بيشتغل من تحت لتحت، والفلوس تمام الحمد لله اتجهزت والفلوس جاهزه عشان ايقاف القيد ان شاء الله قريبا. اخبار حلوه جدا 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 رسميه. اول حاجه رفع القيد، ده اهم حاجه يا جماعه. القيد ده مشكله جدا، انت عشان تدعم فرقتك لازم، فالفلوس بتجهز وجهزت وخلاص ان شاء الله. شبه اخبار مؤكده ان رفع القيد، بس كنا نتمنى بسرعه علشان تلحق تعمل صفقات قويه، واللي انا واثق فيه المفاجآت يعني صفقات قويه جدا جدا هترجع شخصيه وكيان واسم نادي الزمالك، نادينا العظيم اللي احنا بنحبه. ده بدايه الكلام. تاني حاجه عايز اقول على حاجه بس، وده جمهور نادي الزمالك على الموقع الرسمي لنادي الزمالك بيقولوا تطورات صعبه جديده في حاله العم فاروق، ونسال الله تعالى الشفاء. هو ده دي الرياضه، وده جمهورنا الجميل نادي الزمالك، الجمهور المحترم الشيك، الجمهور اللي بيعرف الواجب، يعرف في الاصول، يعرف يعني ايه كوره ويعني ايه بره الكوره. فطبعا نتمنى الشفاء العاجل للعمري فاروق. احنا كله الا المرض والشماته وبره الملعب، احنا كلنا بنتكلم كوره بس، لكن في المرض والحاجات دي لا. فلقيت على الموقع الرسمي موقع نادي الزمالك، وده شيء جميل جدا يقول لنا على اخلاقنا واخلاق جمهور نادي الزمالك وعظمه وكيان اسم وكيان نادي الزمالك. طبعا بنقول ربنا يشفيك الكابتن عمرو فاروق، ويا رب دعائنا له. طبعا حاله صعبه جدا، يمكن نزيف واتعمل قبل كده اكتر من تدخل جراحي، المره دي نزيف في المخ، وطبعا ما ينفعش في تدخل جراحي. نتمنى الشفاء العاجل للعمرو فاروق. وطبعا نادي الزمالك نادي كبير، واللي بيعمله ده بيثبت على ان الكبير هيفضل طول عمره كبير، وطول عمرك كبير يا زمالك. طبعا قلنا طبعا الدنيا هاجي على خالد عبد الفتاح. يعني خالد عبد الفتاح قال كلام حلو قوي. يعني اي واحد في الدنيا اوعى تقول لي ما يتمناش يلعب اهلي وزمالك، يعني اوعى ما تقول اي حد في الدنيا ما يتمناش يلعب اهلي وزمالك. فخالد عبد الفتاح قال كده، الدنيا قايمه عليه، كان نادي الزمالك ده مش نادي كبير او مش نادي، بالعكس نادي الزمالك كان في وقت لحد عام 2000 كان هو رقم واحد في افريقيا، كان متسيد القاره. يا جماعه لو ارجعوا برضو للتاريخ قولوا لحد عام 2000 كان نادي الزمالك افريقيا كان بطوله والاهلي كان بطوله. انت ال 25 سنه اللي وقعت فيها من مشاكل ومجالس اداره وفساد وبلاوي زرقاء وحاجات، نادي الزمالك وكانه كان بيتدمر ال 25 سنه اللي فاتت، ومع ذلك جمهوره العظيم موجود، جمهوره الاصيل موجود، اسمه وكيانه موجود، بتزيد شعبيته موجوده. ليه؟ لانه كبير باسمه وبشخصيته، مش كبير بيكبر ببطولاته. عايزين نبقى متفقين، نادي الزمالك طول عمره كبير باسمه، نادي الملك فاروق، نادي العظمه، نادي الامراء، نادي النبلاء، نادي العظمه. فانت كبير طول عمرك كبير يا زمالك، مش بطوله هتكبرك ولا مليون بطوله، انت طول عمرك كبير، ولو فضلت بدون اي بطوله الى ان تقوم الساعه طول عمرك كبير بجمهورك وباسمك وبعركتك. فطبعا ازاي يقول انه لو مثلا لو مشي من الاهلي وجاله عرض من نادي الزمالك يرفضه؟ مين مجنون يرفض الزمالك؟ انا معاك الفتره اللي فاتت من المشاكل، وهي دي المشكله. لما انت بتصدر المشاكل والناس بتشوف وسائل الاعلام، وطبعا الله يسامحه اللي كان موجود، طبعا مشاكل على القناه وقضايا وسب وتشهير وشرف وبلاوي زرقاء وكلام ما يصحش يتقال في الكوره، طبعا كره الناس تيجي. لكن في الوضع الطبيعي مين؟ كله يجري ويتسارع على نادي الزمالك، كل الطوابير هتبقى على نادي الزمالك ان شاء الله. الايام الجايه دي هي دي اللي هترجع اسمه كان نادي الزمالك، مش بالمشاكل. فانا مش عارف ليه كده. يعني المفروض انت جمهور محترم، المفروض تكون الجمهور بتفهم. انا بكلم الجمهور التاني طبعا، فده عادي، بلاش العنجاه والشغل الجهلويين اللي عندكم ده، لان دي مشكله كبيره جدا انا شايفها بصراحه. عايزين نتكلم بحياديه. الاهلي والزمالك او الزمالك والاهلي قطبي الكره المصريه، ومش عمرها، ولو الزمالك ما خدش بطوله مش هيبقى القطب الثاني، وزيه زي الاهلي مفيش حاجه منك، بالعكس عظمته في جمهوره. عشان نبقى متفقين، يعني انا اتشرف ان انا زملكاوي، ومع احترامي الشديد انا دايما بقول الزملكاوي الواحد بمليون من اي حد تاني. ليه؟ لان مفيش نادي في الدنيا ما عادش خد 10 سنين ما ياخدش بطوله وجمهوره بيزيد، 10 سنين ومشاكل
وقضايا وبلاوي زرقاء وجمهوره بيزيد وجمهوره معاه وجمهوره واقف، مع احترامي لاي جمهور تاني. اهو كولر اهو يكسب يتقبله، يخسر تطلع تلاقي السب والشتايم وبهدله وشتم اللعيبه وكل ما تتخيله. يعني انتوا ما شفتوش يا جماعه، ده حتى بيلعبوا فيوتشر في النهائي الشتيمه وشتموا فيوتشر وشتموا الدنيا كلها لما فيوتشر اللعيبه بدات تقع مش عارف بدا يشتموا. فهي ده جمهورك، هو ده كيانك، هو ده اسلوبك انت، ده هي دي شخصيتك، هي دي شخصيتك. انت عايز تكسب عافيه اي حاجه، دي شخصيتك. انا مش بسيء لك بس هي دي شخصيتك. فاحنا لا، احنا غير كده، احنا بنشجع فريقنا بنحبه مش عشان بطوله زي ما بنقول، عشان هو نادي الزمالك. طبعا عايزين نتكلم ان دلوقتي بدانا نشوف خلاص محمد عبد الغني اعاره، رؤى كمان اعاره، واتمنى كل اللعيبه اللي مش هتبقى موجوده مش مفيده لنادي الزمالك لازم تبقى اعاره وبسرعه. لازم اللعيبه دي تمشي بسرعه، لان انت برضو محتاج فلوس او محتاج صفقات تبادليه مع الانديه. عندك لعيبه جامده، عندك قلنا عندك مروان حمدي، عندك كمان عندك محمود صابر اللي اتمنى محمد شحاته، عندك اسامي جامده جدا. وده الاهم، خط وسط دعم تدعيم خط الوسط ومهاجم. سمعنا طبعا نجم الاتحاد المنستيري تراوري، عندك بعض الاسامي والصفقات، عندك اوهولو كمان النجم الكبير، عندك صفقات جامده جدا. ان شاء الله الزمالك هيعملها، والزمالك راجع وبقوه، وان شاء الله الزمالك راجع وبقوه وهيرجع الناس الثانيه، كل واحد هيرجع بيته، التانيين هيرجعوا بحرهم، لان نادي الزمالك اسمه كبير. والله العظيم اسمك كبير يا زمالك، حتى لو ما خدش اي بطوله. سبحان الله الناس الثانيه حتى وانت مش موجود والله العظيم في بعض البطولات لازم يشتموك، لازم يبقوا حاطينك في دماغهم. ليه مش عارف؟ مع ان انت لو كبير مش هتفكر فيا. يعني انت لو كبير عمرك ما هتذكرني، عمرك ما هتشتمني، لكن ثم ما انت عارف ان انا العين دايما بتكره اللعنه منها، فهي دي المشكله. المهم تحياتنا لكل الجماهير. طبعا نتمنى التوفيق لمنتخب مصر، النهارده فاز على تنزانيا 2-0، تجربه مفيده جدا انك انت تخرج بدون اصابات، تطمن على شكل الفريق وقوام الفريق، ده اهم حاجه. كل التمنيات للتوفيق طبعا لمنتخب مصر ان شاء الله في بطوله افريقيا في كوت ديفوار، وان شاء الله تمنياتنا لنادينا العظيم بالتوفيق وبدايه عوده البطولات والانجازات وعوده كيان نادي الزمالك ان شاء الله في الامارات. وراك الزمالك في اي مكان، وتحيا الزمالك، يحيى الزمالك ويحيى جمهورنا الزمالك. والسلام عليكم ورحمه الله.